عرض ضخم على طاولة سفيان أمرابط للانتقال إلى الدوري السعودي. توصل النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بعرض شفهي مغر لخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري السعودي انطلاقا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفق وسائل إعلام خليجية، فقد تلقى أمرابط عرضا من أحد وكلاء اللاعبين الذي أخبره بالقيمة المالية الكبيرة التي يريد أن يدفعها فريق من الدوري السعودي للتعاقد معها بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح المصدر نفسه أن سفيان أمرابط تم إخباره بأن العرض السعودي جاد، وسيتم التواصل مع مسؤولي فيورنتينا في الموضوع لشراء ما تبقى من عقد اللاعب الذي كان مطلوبا في السعودية منذ الصيف الماضي، خاصة مع عدم رغبة فريقه الحالي مانشستر يونايتد في ضمه بشكل نهائي. وأشار ذات المصدر إلى أن أمرابط لم يتفاعل مع العرض بشكل كبير، تاركا الأمر إلى حين اقتراب موعد فترة الانتقالات، في حين أن هناك مقرب منه يحاول أن إقناعه بتغيير البوصلة صوب الدوري السعودي الذي تمكن خلال الفترة الماضية من استقطاب العديد من النجوم. وفق مصادر إعلامية، فتسعى إدارة فيورنتينا لتحقيق أرباح مالية من بيع الفترة المتبقية من عقد أمرابط خلال الصيف القادم، بحكم أن عقده مع الفريق الإيطالي ينتهي في 30 من يونيو من عام 2025، وحينها سيكون بإمكانه الرحيل بشكل مجاني. يذكر أن سفيان أمرابط انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون جنيه استرليني، مع وجود بوند يحق للشياطين الحمر شراء عقده بشكل نهائي في صيف 2024 مقابل 21.5 مليون جنيه استرليني. باريس سان جيرمان يفاجئ أشرف حكيمي بقرار مفاجئ عن مسيرته. تستعد إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم قرارها بشأن مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق. وكشفت شبكة ريمس سبور الفرنسية أن الإدارة الباريسية بصدد فتح ملف المفاوضات لتمديد تعاقد حكيمي خلال الفترة المقبلة. ويعد حكيمي صاحب 25 عاما من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الباريسي خلال المواسم الثلاث الأخيرة. وانضم النجم المغربي للنادي الباريسي في صيف 2021 قادما من انتر ميلان الإيطالية مقابل 60 مليون يورو. ووقع أشرف حكيمي في البداية على تعاقد مدته 5 مواسم لينتهي في صيف 2026. واكتسب حكيمي خبرات كبيرة بفضل تنقله بين أندية ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالية وأخيرا البي اس جي. وكان النجم المغربي مرشحا في القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الماضي، والتي انتزعها النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي. جامعة فوز القجع والركراكي يتلقون خبرا سارا عن إبراهيم دياز. في ظل الجدل الدائر حول ما إذا كان نجم ريال مدريد إبراهيم دياز قد قرر الانضمام إلى أسود الأطلس وبالتالي حمل القميص الوطني المغربي، أو أنه سيحمل قميص المنتخب الإسباني، فقد أثارت إصابة المغربي مخاوف الطاقم التقني وجماهير ريال مدريد مخافة أن يلتحق اللاعب بمصابي الفريق الملكي ويغيب بدوره لفترة عن المباريات. وكان إبراهيم دياز قد تعرض يوم الثلاثاء الماضي لإصابة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد لايبزيتش الألماني ضمن منافسة ذهاب دور الثمن النهائي من عصبة الأبطال الأوروبية، حيث اضطر لمغادرة اللقاء في الدقيقة 84 ليحل محله زميله لوكاس فاسكيز. وتلقت الجماهير خبرا سارا بعد عودة دياز إلى تدريبات فريقه بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامته وأن إصابته ليست خطيرة ولن تلزمه الغياب عن التدريب أو عن المباريات، وبالتالي فإن اللاعب سيحضر في المباراة القادمة لفريقه نهاية الأسبوع الجاري. يشار إلى أن قناة تيليسبورت قد قالت أن فوز القجع ووليد الركراكي سيسافران إلى مدريد من أجل لقاء اللاعب إبراهيم دياز. يشار إلى أن قناة تيليسبورت قد قالت أن فوز القجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي سيسافران إلى مدريد نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيحضران مباراة الفريق الملكي في نهاية الأسبوع على أن يلتقي بعدها بإبراهيم دياز للحديث معه بخصوص تمثيله للمنتخب المغربي.